شوكم يابا، اسعار المطاعم في دبي راس السنه. قلنا نسوي دراسه بسيطه قبل ما نسعر احنا اليابا. خليت مصطفى يخابر المطاعم. The ranges of the prices. المطعم الاول 20,000 درهم للشخص الواحد، يعني مقابل 4 ايفونات. شو تحصل؟ هذا الفيو تحصل على برج خليفه، زائد ست منيو، زائد زائد مغني، وزائد دي جي. حلو، بس اعتقد شويه هوايه غالي. المطعم الثاني خبرناهم لطيف، 5000 درهم يعني مقابل 1 ايفون. تحصل ست منيو ما عندهم وهذا الفيو مالتهم على برج خليفه. المطعم الثالث اول ما خبرنا احنا فولي بوك على الشخص 5000 ناخذ، ما عندنا لا ايفنت ولا اي شيء، فقط عندنا اكل. وحتى فيو على برج خليفه ما كان عندهم، بس شلون فولي بوك وشلون ب 5000 ما ادري. فسوينا هوايه تليفونات، مطعم غالي مطعم كلش رخيص، على حسب شنو هم يقدمون وش قد هم قريبين من برج خليفه يوم راس السنه. فبالنسبه ليابا احنا لازم نسوي في قيمه مضافه عاليه زائد سعر مناسب لهذه القيمه المضافه. ايش سوينا براس السنه او ايش راح نسوي في راس السنه؟ اول شيء انا كشيف بالنسبه لي الاكل هو اهم شيء، فسوينا ست منيو تختار مين كوس واحد، اوتوماتيكلي باقي المنيو ينزل لك، مقبلات، كبه، سلطه، حلويات، عصاير، كل شيء. طبعا احنا عندنا فيو لطيف على برج خليفه، وكل سنه احنا نحتفل راس السنه من يابا، وانا اجرت المكان لين هذا الفيو مالته. حتى نزيد القيمه جبنا عازفه قيثاره راح تعزف في راس السنه، وحتى نزيدها بعد اكثر جبنا فرقه شوبي راح يعزفون ويرقصون شوبي براس السنه، وحتى نزيدها بعد اكثر سوينا مسابقات وجوائز، وحتى نزيدها جبنا دي جي، وحتى نزيدها سوينا بوث، وحتى نزيدها جبنا شركه اخذت المكان كله وراح تغير تصميم كل شيء وتسوي ايفنت خاص لنيو يير. بعد ما حسبنا كل هاي التكلفه طلعت عندنا هذه اسعار للشخص الواحد. اللي يريد يحجز هذا رقم مصطفى، ونشوفكم في راس السنه. كل عام وانتم بخير.